صباح الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى قمت من النوم، روقت الشقة كده زي ما انتم شايفين. شوفوا، خليتها زي الفل. لان طبعا ايه، احنا كنا محطنين طول ايام العيد، وكنا مظبطين الدنيا ومظبطين المظابيط. تعالوا كده بقى اما اوريكم انا عملت ايه. شوفوا، شوفوا الشمس جميلة عندنا ازاي. ايوه، احنا عندنا الشمس جميلة. ايه رأيكم في الهدوء ما قبل العاصفة؟ شوفوا، شوفوا اهو. شوفوا الشقة. بصوا بقى، احلى حاجة في العيد وترويق العيد ان انت بتقعدي بعدها كام يوم شقتك زي الفل ومفيش فيها اي حاجة. وهنا كمان الأوضة دي طبعا مفيش اي حد دخلها اهو، والدنيا كلها زي الفل معانا. والمطبخ كمان، استنى اما اوريكم مطبخي. والمطبخ، شفتوا المطبخ؟ استنى ما اوريكم المطبخ بتاعي. شوفوا اهو، والبوتاجاز، كل حاجه فيه الامن مستتب. شوفوا بقى، الله بقى لما تقومي من النوم تلاقي الدنيا هاديه ونديه وفرحانه كده. بصوا دي مملكتي. اكتر الاوقات تلاقوني هنا، وممكن اصور لكم طول النهار هنا واعيش في المطبخ هنا. انا بحب كده. هتقولي لي حاطه الصواني دي كده ليه؟ انا بحبها خلفيه. حتى لما كنت حاطاه، شوفوا، حتى لما كنت حطاها في النيش كنت برضو بحطها خلفيه كده للكوبايات وللاطباق وللصيني وللحاجه. فطبعا النيش ايه، النيش ده احنا ما بنستخدموش لاي حاجه. فهي دي مملكتي. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الهايبر اللي انا عايشه فيه؟ اصل انا قمت النهارده، ايه اللي خلاني اصور لكم؟ هتقولوا ايه اللي خلاك تصور لنا يا ماما نونا وانت كده كده ما عملتيش روتين ولا اي حاجه؟ بمناسبه ان اللينج لايت بتاعي بايظ. بقى دلوقتي هنعمل مع بعض. بصوا دي المقادير بتاعتي طبعا عشان انا بصور على نفسي. اهي المقادير: لحمه مفرومه وبصل وفلفل وطماطم، والبهارات. البهارات بتاعتي اهي: ملح. هقول لكم واحنا بنشغلين، بس قولوا لي اهو. تعالوا بقى كده، يا الله اهو. هنعمل مع بعض. طبعا انا عشان انا بقول لكم اللينج لايت بتاعي مكسور، بس انتوا قلتوا ايه ما تغيبيش علينا، فانا ما حبيتش ان انا اغيب عليكم عشان انتوا حبايب قلبي وانتوا عارفين انا بحبكم قد ايه. والله العظيم انا بحبكم في الله، ربنا اللي يعني. احنا حطينا طاسه على النار اهو زي ما انتوا شايفين، وده لبن سخن. ماشي، هنعمل ايه؟ هنحط البصل اهو. شايفين ده بصل. عشان انا بعمل على ايدي بايدي، انا مش لاقي حد يصورني. الايه الخلطه بتاعتي، هقول لكم بقى الخلطه بتاعتي. هنجيب الرقاقه اهي. طبعا انا كده بقى لقيت حد يصور. دي شوربه، ماشي، شويه شوربه هم. هنسيب الحبه دول لان هم دول اللي عندي، عشان كنت عقبال املتكم ذبحه ديناصور في العيد. وده لبن. جربيها وقولي لي على الطريقه دي هتعجبك ولا مش هتعجبك. والله العظيم جميله جدا، الطريقه دي جميله جدا. اهي شوفي، اللبن يكون سخن عشان الرقاق بتاعنا. انا حطيت 2. الرقاق بتاعنا يطرى على طول معاكي اهو. وهنجيب الصينيه. طبعا الشوربه انا حطيت فيها معلقه سمنه، عشان ايه؟ الديناصور اللي كنت ذبحاه ما كانش دسم قوي. والصينيه بتاعتنا بقى اهي، انا هدهنها بايدي عشان البساط احمدي. اهي هنجيب بقى الرقاق بتاعنا كده بالراحه وبمنتهى السهوله اهو. نبلله كده ونرصه في الصينيه. وانتي تعالي، يتكسر ما يتكسرش مش مشكله، في الاخر كده كده احنا هنحط شوربه. يعني ما تخافيش لو كسر منك برضو، ما تخافيش، يعني اشتغلي زي ما انت. اهم حاجه تسويه يعني زي الاولاني، يكون كله ايه متساوي. يعني مش نكلكع بقى فوق بعضه ونسيبه. ايوه حكمه، انا شاطره قوي وبفهم في الحاجات دي، ده انا شيف اهو كده. هنبقى نجيب واحده كمان. طبعا اللبن بتاعنا في لسه حته رقاقايه خساره. هنبله بقى كله ونرجع تاني قفل كده. بقى صينيه الرقاق طلعت معانا من الفرن اهي.
شفتوا الجمال اهو. انا قطعتها طبعا علشان انا رجعت تاني اصور لوحدي. طبعا انتوا عارفين كل واحد يجتهد مع نفسه اهو. شفتوا الجمال والحلاوة اهي. اقطعها ازاي؟ قولوا لي هتطلع ازاي. المهم هي سخنة ومانيش عارفة اطلعها. المهم هو ده شكل صينية الرق بتاعتنا في الاخر. اعملوا بقى لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوف وشكم على خير وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو المشقلب ده. باي.